أهلا بيكم في القناة، يا رب تكونوا بخير. الدرس بتاع النهاردة هيكون مكون من جزئين. أول جزء تغيير اللون في الشغل، ازاي بغير اللون، وتاني جزء هيكون ازاي بنهي الشغل وبعمل تشطيب للقطعة اللي أنا بشتغلها وتبقى نظيفة ومستقيمة وتمام. الخيط اللي أنا هستخدمه هنا، هنستخدم خيط أكريليك علشان التصوير ويبقى واضح في الشرح. يا ريت لو أول مرة تتابعوني تكملوا الفيديو للآخر بحيث تتعلموا حاجات جديدة بإذن الله. أول جزء هنا هغير اللون. أنا هنا عملت بالخيط الأكريليك وإبرة رقم 4، عملت سطرين من غرزة العمود بلفة، بس آخر غرزة في السطر التاني أنا ما كملتهاش علشان من هنا هبدأ أغير اللون. طبعا تغيير اللون ليه طرق كتيرة، بس دي أسهلها. إن أنا مش هكمل الغرزة اللي انا شغالة عليها للاخر، يعني لو عمود بلف انا ما كملتهاش للاخر، هجيب اللون المختلف بتاعي، هعمل عقدة بداية ليه، او ممكن ما اعملش عقدة بداية وادخلها على طول، بس انا هنا هتبع الطريقة اللي هي السكيور اكتر، الاكثر امانا، يعني انها ما تفكش مني، وبدخلها في الابرة واسحب من اللفتين بتوع العمود بلفة زي اي غرزة عادي، كأني بشتغل بنفس اللون. انا كده غيرتها وثبت اللون الاسود وعملتها عقدة بسيطة اللونين، عملت غرزتين سلسلة ارتفاع علشان انا مش هحسب الغرزة دي من العدد، انا بس عشان اعمل القطعة اخليها مستقيمة. وبشتغل غرزة العمود بلفة بشكل عادي خالص. انا هحط لكم فوق ازاي تعملوا غرزة العمود بلفة، وبرضو ازاي للي مش عارف يعمل عقدة البداية والسلسلة. بكمل الغرزة للآخر باللون الجديد، وده تمرين علشان لما بغير اللون اقدر امشي فيه فترة، بحيث ان انا لما اغير اللون مرة تانية يبقى ايدي اتعودت على تغيير اللون والمسكة، وان انا اخفي الخيط كويس. طبعا ما تنسوش دايما في اخر كل قطعة، دايما بالنسبة للمبتدئين ممكن يعلموا اخر سلسلة علشان يبقى العدد مظبوط بتاع الغرز اللي ابتدوا بيه وبيتمرنوا عليه. ده شكل السطر بعد ما خلصت غرزة العمود بلفة باللون الجديد. هشتغل كمان كام غرزة، هعمل سلسلتين ارتفاع، ألف الشغل وأعمل كام غرزة من العمود بلفة بحيث أوريكم اللون الجديد لسه شغال ازاي. وبعد كده هنغير اللون مرة تانية. برضو حاولوا ما تشتغلوش بلون غامق زي ما انا عملت، انا هنا بس بغرض التصوير، لان في الاول بتبقى الالوان الفاتحه بالزياده او الغامقه بالزياده بتبقى متعبه في الشغل، خصوصا لو انتي ما اشتغلتيش في اضاءه زي اضاءه الشمس او اضاءه النهار، يعني بتبقى متعبه شويه ومزعجه شويه لبعض الناس. فنختار الوان محايده. انا هنا دي عملت كام غرزه، دول خمس غرز عمود بلفه ما عدا اخر واحده ما كملتهاش، علشان هغير اللون مره تانية للفاتح بحيث ان انا اوريكم الطريقتين. اول طريقة ان انا عملت عقدة البداية ودخلت اللون الجديد. تاني مرة انا ما عملتش عقدة بداية ودخلتها وماسكة الخيط معايا. لو انا هقص الخيط يبقى هلفها زي ما انا بحطها كده قدام اللون الجديد، بحيث ان انا اقفل على الخيط ما يتحركش مني، علشان لما اجي اشطبه يبقى بكل سهولة متأمن عليه. وممكن ان انا اخده ورا الشغل زي ما انا بشتغل، اللي هو باخده ورا الغرزة بحيث يبقى متأمن عليه في القطعة نفسها، وده بيوفر وقت في التشطيب بعد كده. بكمل شغلي عادي بغرزة العمود بلفة باللون الجديد، بوريكم شكلها اهو، ومن ورا هيبقى ده الخيط اللي بعد كده هنشطبه في الجزء التاني من الفيديو. برضو اخر غرزة ناخد بالنا منها، للمبتدئات يحطوا علامات غرز. عملت سطر كامل باللون الجديد من غرزة العمود بلفة
بحيث ان انا اوريكم شكلها تغيير اللون في اول او اخر السطر، وفي نص القطعة بيبقى شكله عامل ازاي. علشان بقى نبتدي دلوقتي، ادي القطعة بالخيوط كلها. ده الجزء التاني، ان انا انهي الشغل واشطب. اللي هحتاجه ابرة تشطيب ومقص. هقص الخيط الاول علشان انهي الشغل. بعمل سلسلة ان انا امن بيها الشغل واشدها زي ما قدامكم موضح في الفيديو. هاخد بقى ابر التشطيب بتاعتي. انا عندي هنا نوعين ابر، يا بلاستيك يا المعدن. انا هشتغل لكم بالبلاستيك علشان تبقى اوضح في التصوير. طبعا انا هنا بلضم الخيط في الابرة. دي طريقة ان انا بتني الخيط على الابرة من ارفع حتة بحيث تبقى رفيعة وما تضايقنيش لما اجي ادخلها في فتحة الابرة. دي طريقة سهلة ويعني بتمشي وتنجح كل مرة بعملها. وبرضو ده انا عاملاه علشان التصوير. المعدن هوريها لكم في فيديو تاني في شغل مختلف. بتني الخيط على الابرة في ارفع حتة وبعدين اسحبها وادخل الخيط المتني في الفتحة، بتدخل بكل سهولة. طبعا لو انا عندي الوان كتير كل لون لازم ادخله في اللون بتاعه، يعني ما ادخلش لون فاتح في غامق ولا غامق في فاتح، بحيث علشان الشغل يبقى شكله منظم مرتب انيق ونضيف، ويعني الشغل يعيش معانا لان احنا ظبطنا التشطيب صح. هنا انا بدخل الخيط بالابرة في الغرز بس من غير يعني ما اشد جامد وابوظ شكل الغرزة او اخليها تبقى مضمومة قوي او ان انا اشد قوي بحيث ما تبوظ شكل الغرزة. بخش في الفتحات اللي ورا لان انا بشطف في ظهر الشغل مش في الوش بتاعه، بشطف في ظهر الشغل. ممكن ادخل ما بين الغرز بس من غير ما يبان من بره. بدخل في الغرز، ممكن ادخل في اكتر من اتجاه رايح جاي، او ان انا ادخل في فتحات الغرز اجزاء منها بحيث تبقى متأمنة وفي نفس الوقت ما تفكش مني، وفي نفس الوقت ما تضمش الغرز على بعض وتبوظ شكلها بعد ما اقص الخيط. هنا برضو هشطب اللون الغامق في الجزء بتاع اللون الغامق علشان ما يبانش منقط، لان لو لون فاتح ولون غامق ودخلنا الخيوط في بعض مش هيبقى شكلها حلو. فاحنا كل لون بندخله في اللون بتاعه زي ما موضح قدامكم كده. وطبعا في حاجات تانية هنشرحها بعد كده في فيديوهات جاية، ازاي نشطب الالوان من غير ما نقعد نقص كتير. ده شكلها في الاخر بعد ما شطبت. انا بس سايبه اخر واحده بحيث ان انا ابين لكم ده الوش وده الظهر. وطبعا فكره السلسلتين عشان تخلي القطعه مستقيمه ما تبقاش فيها تعرجات. اتمنى ان الشرح يكون بسيط وواضح ومفهوش حاجه صعبه. اشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد.